السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف نحن وإياكم في هذا الفيديو على ملخص للحلقة 25 من مسلسل دروب المرجلة وتسريبات للحلقة 26 من المسلسل. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو لنستمر في نشر كل جديد وحصري. تنويه: تسريب الحلقة 26 سيكون في نهاية الفيديو إن شاء الله. سنبدأ بملخص للحلقة 25 ثم التسريبات والاحتمالات للحلقة 26. بعد انتهينا من مشاهدة الحلقة 25 من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثاني، وقد كانت حلقة مميزة ورائعة حتى آخر لقطة من المسلسل. لقد قام شاهين بإنقاذ أسرة نايف وكما توقعنا في الفيديو السابق، وقام بقتل بعض رجال فزاع، ولكن فزاع تمكن من الهرب، وبعدها عاد شاهين ومبروك إلى الديرة، وكان زعلان من رشة، ولكن رشة تخبره أن الخطوبة ليست لها. لم يتمكن نايف وأسرته من التعرف على الطريق إلى القبيلة، وعندما ذهب ليتصل إلى القبيلة من أجل يتم تعريفه بالطريق لقد داس لغم وانفجر فيه ومات، وعندها جاء مقناص ومهاوش من أجل إنقاذهم. لقد قام شاهين بأخذ مبروك إلى هداس، وقد تم معرفة على أنه هداس وليس فزاع. ثم ذهب شاهين إلى دار ذياب ليعلم مبروك فيه إذا كان هو فزاع، ولكن ذياب غير موجود. أم خضراء كانت تخطط للإيقاع بمقناص. جراح وقمر يلعبان في خيمة شاهين. جراح يتعرف على هاتف والده الشيخ سالم، ثم يتم أخذه إلى شاهين. نحن سنقوم بتقديم لكم بعض التسريبات عن الحلقة 26، ولكن فضلا لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وننطلق مباشرة إلى بعض التسريبات. فزاع راح يهرب من الديرة بعد ما يتم معرفة هداس، لأن مبروك يعرف صورة فزاع، ولذلك راح يقوم بالهرب، لكنه سيتم القبض عليه فيما بعد. سيتم معرفة أن صاحب الجوال هو والد جراح، وراح يتم التعرف عليه أنه شقيق الشيخ سالم. سيتم معرفة مكان الذهب والآثار التي في الدب الذي مع رشة. خليكم معنا في الفيديو القادم، سنقوم بنشر تسريبات جديدة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم الأخبار أول بأول، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو. وعلى أمل أن نلتقي نحن وإياكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه وأمانته.